السلام عليكم الاخوان الكرام. لهذا الفيديو هذه حلقه جديده من قناتكم ماتش ام ان شاء الله. في هذا الفيديو نتكلموا على التشكيله اللي خرجت بعد دقائق تاع المنتخب الوطني المغربي اللي غادي تلعب ضد منتخب زامبيا ان شاء الله اليوم. وان شاء الله اليوم نحسموا التاهل للدور الثاني ان شاء الله. بالنسبه للناخب الوطني وليد الركراكي فالحمد لله، هو بعد ما هضرنا معه في الكثير من المرات باش يبدل الخطه، فوليد الركراكي اليوم يعني غير لنا الخطه، ماشي يلعب بخطه 4-3-3 بل سيلعب بخطه 4-4-2، وان شاء الله تعطي الاكل ديالها هاد خطه 4-4-2 دايموند اللي غادي يلعب بها الناخب الوطني وليد الركراكي بطبيعه الحال. هناك في حراسة المرمى ياسين بونو، خط الدفاع نايف أكراد واللاعب أدم سينا، جهة اليمنى محمد الشيبي، الجهة اليسرى نصير المزراوي، وسط الميدان كاين نائل العناوي، كاين عز الدين أناحي، وكاين كذلك إسماعيل الصباري. وخط الهجوم يعني كاين اللاعب ايوب الكعبي، وكاين كذلك اللاعب عبد الصمد الزلزولي. خطه 4-4-2 يعني كنعرفوا ان المنتخب المغربي من لعبنا بخطه 4-3-3 اللي حافظينها الخصم ديالنا، يعني كنا سيئين في المباراه تاع الافتتاح وانتصرنا ب2-0 على زوز القمر، ولكن ما كناش راضيين على المستوى ديال الفريق الوطني. الماتش الجاوج قدام مالي كذلك كنا كارثيين، تعادلنا 1-1 وكنا غادي نخسروا. ان شاء الله اليوم ما غير في التشكيل الثوالي الركراكي ودار لنا خطه 4-4-2 بدلا من 4-3-3. ان شاء الله المنتخب ديالنا يبان بواحد الوجه جيد ان شاء الله، ونتصدروا هذه المجموعه ان شاء الله باش نلعبوا في الدور الثاني مع افضل 4 تواليت ان شاء الله. على اي انا كنشوف هاد التشكيله مليحه. اشرف حكيمي كما كتعرفوا راه مصاب، رجع من الاصابه الصراحه، راه يتريني مع اللعابه، راه مليح اشرف حكيمي. ان شاء الله نعطيوه الربع ساعه التاليه يلعبها باش ان شاء الله في الدور الثاني يدخل تيتيلر، يدخل ان شاء الله اساسي في الدور التيتيلر في الدور الثاني ان شاء الله. على اينا الاخوان، كان خليوني نبارك للمنتخب الجزائري، يعني التاهل رسميا للدور الثاني بعد ما انتصر في 2 ماتشات، يعني انتصر على السودان بثلاثة، وكذلك البارح انتصر على منتخب بوركينا فاسو ب1-0. فمبروك للشعب الجزائري الشقيق، وان شاء الله لما لا يمشوا بعيد ونتلاقوا معهم ان شاء الله في الدور نصف النهائي. عليا كذلك خلوني الاخوان انني نبارك المنتخب المصري، كذلك نبارك المنتخب المصري، يعني التأهل ديالو للدور الثاني. يعني المنتخب المصري كما كيعرف الجميع انه انتصر في 2 مباريات، يعني انتصر المنتخب المصري على الخصوم ديالو اللي كانوا معاه في المجموعه، ودركي المنتخب المصري كان لعب ثالث ماتش ديالو مع منتخب انغولا، والمنتخب المصري يعني ريح المدرب ديالهم العديد من اللاعبين، وهذا الشيء طبيعي ان المدرب ديالهم يريح العديد من اللاعبين، لانه الماتش تاع زيمبابوي يعني وربح كذلك الماتش تاع جنوب افريقيا، فبالتالي حقق الاهم في 2 ماتشات الاولى، وكان عنده الماتش الثالث اليوم مع انغولا مجرد ماتش شكلي، وبالتالي فضل المدرب ديالهم باش انه يريح يعني اللاعبين ديالو صلاح وبعض اللاعبين ديالو اللي مهمين الادوار الاقصائيه، يعني دور الثمن النهائي والربع وبقيه المباريات. على اي خليوني نبارك المنتخب مصر التاهل ان شاء الله بعد نهايه المباراه، وان شاء الله مرمى نتاهلوا ان شاء الله بصفه رسميه في الصداره. يعني احنا متاهلين نقدروا نفوتوا كافضل التواليت، ولكن احنا بغينا الصداره يعني باش نبقاو في ملعب مولاي عبد الله، يعني ما نخرجوش من ملعب مولاي عبد الله. على اي كنتمنوا التوفيق للمنتخب ديالنا الوطني المغربي، وان شاء الله نوليو بعد المباراه باش نهضروا على المباراه وكذلك نتكلموا على اطوال المباراه. قليلا نقول لكم الله يعاون الاخوان، وان شاء الله نتلاقاو فرحانين بلاتي. السلام عليكم.